عبد الباسط عايز يعمل تندة للبلكونة بتاعته. قال له يا سيد الفاضل التندة ما تنفعش تركب النهارده لان انا لوحدي في الورشه. ال1000 جنيه بتاعتك العربون مالكش عندي تندات. خلاص. في 10 جنيه. قال له بتاعتي. قال له زيتك شاي. انا بقول لحضراتكم جريمه حي فيصل بالكامل عارف. وفي الاخر ما عجبوش. قال له انت كمان رايح تشتكيني للجيران؟ هو انت مش عارف مين عبد الباسط في المنطقه؟ راح مطلع المطوه وراح مديله طعنه، ولكن للاسف الشديد الطعنه كانت قاتله. بالفعل استقرت في القلب، تم وفاته في الحال. اهلا بيكم. كل يوم رخيص يا ميت. النهارده الجريمه تمت بسبب 10 جنيه. جريمه تم قتل شاب في مقتبل العمر بيبلغ من العمر 38 سنه في قلب الشارع. محمد ياسر صاحب محل ألمونتال تم قتله في الشارع بسبب 10 جنيه في محافظه الجيزه، بالتحديد فيصل عشان اكون اكثر تحديدا، شارع ال20 في حي فيصل. التفاصيل بتقول ايه وازاي تم التخلص من محمد امام الجميع؟ تعالوا اعزائي المشاهدين نعرف التفاصيل مع بعضينا، ولكن في البدايه بدعوكم الى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم الاشعار وقت اذاعه الحلقه. محمد ياسر وده صورته على الشاشه جنبي، شاب محترم جدا ووسيم بيتمتع بالسيره الطيبه وحسن الخلق، والناس كلها اكدت على هذا الكلام. احنا بنقول صاحب محل ألمونتال، يعني في ناس بتتردد عليه كتير بحكم شغله. في الشق الاخر الشخص اللي مش محترم اسمه عبد الباسط، صاحب محل خضروات، بيبيع كوسه، بيبيع بدنجان، بيبيع بطاطس، طماطم، الكلام اللي كرنب، قرنبيط، الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. عبد الباسط صاحب محل خضار ومحمد صاحب محل ألمونتال. عبد الباسط عايز يعمل تندة للبلكونه بتاعته، عايز يعمل حته تندة. جيرانه والنبي وصى على 7 جار، راح لمحمد ياسر قال له يا محمد، على فكره محمد ياسر متجوز ومخلف ومعاه طفل اسمه ادم عمره 5 سنين. راح لمحمد بحكم الجيره وقال له انا عايز اعمل تندة للبلكونه. شيء طبيعي صنايعي في المهنه ديت هياخد المتر بتاعه يطلع يقيس، ياخد مقاساته ويكتبها وينفذ المشروع بتاعه، من خلال ان محمد اتوجه للورشه وابتدى يشتغل. طبعا قبل ما يمشي احقاقا للحق والكلام ده، في ناس مش ما حصلش، انما ده لا، مصادرنا بتاكد انه حصل، انه طلع عبد الباسط ده 1000 جنيه واداها لمحمد ياسر عربون. قال له خلاص خد 1000 جنيه اهيت واشتغل في التندة، ولما تخلصها احسبها شوفها صرفت كام وخد بقيه فلوسك. ومن ضمن التنويه اللي نوه عليه محمد ياسر رحمه الله عليه اثناء حديثه مع عبد الباسط، انه قال له على فكره التندة ده هتكلفك والألمونتال غالي ومساحتها كبيره لان البلكونه كبيره، فبالتالي هتكلفك مبلغ كبير. قال له مش مفيش مشكله، خد ال1000 جنيه العربونه اهي يا عم واعمل التندة، وزي ما تصرف ما تشغلش دماغك بالمصاريف. احنا عارفين ان واحد زي كده هيعمل التندة خد له اسبوع 10 ايام حسب الاتفاق ما بينهم. ابتدى محمد ياسر يشتغل في التندة وخلص. راح المعلم عبد الباسط لمحمد ياسر في الورشه، السلام عليكم. عليكم السلام يا اسطى محمد. قال له ايوه. قال له عايزين نركب التندة. قال له يا باشا التندة بتاعتك جاهزه اهي، بس انا ما عنديش صنايعيه، فبالله عليك سيبني بس يوم او 2 لان الصناعيه عندي في اجازه وانا هجيبها ونيجي نركبها. قال له لا انت لازم تيجي تركب التندة النهارده. قال له يا سيد الفاضل التندة ما تنفعش تركب النهارده لان انا لوحدي في الورشه، وفي نفس الوقت حتى لو في حد اسيبه في الورشه ويجي معاك انا ما ينفعش اركبها لوحدي لان تندة مساحتها كبيره ولازم نشيلها قبل بعضنا، ما ينفعش 3 صناعيه بيركبوها. قال له لا التندة لازم تركب النهارده. يعني انا عايز افهم بقى دلوقتي، انت يا عبد الباسط مركب دماغك ايه او مخك دي عباره عن ايه؟ فردة كاوتش قديمه؟ واحد صنايعي بيقول لك التندة ده ايه مش هتنفع تركب غير ب3 صناعيه، ده شغل وانا ادرى بيه، ما تنفعش تركب، انت مصر انها لازم تركب. قال لك لا ما ينفعش، انا مش مقصر معاك او انا معطلك، واللي خلاك صبرت ده كله لازم كن فيكون، اصل احنا مش. قال له لازم التندة تركب. مش عايز يستجيب، مش عايز يفهم. قال له انت تتعب نفسك معايا ليه وتخنقني ليه؟ ده الواحد فيه اللي مكفيه. اتفضل. راح ضرب ايده في جيبه محمد ياسر وراح مطلع الفلوس، فت وعد راح عاد 1000 جنيه وقال له اتفضل ال1000 جنيه بتاعتك العربون مالكش عندي تندات. خلاص. قال له ازاي؟ قال له زي الناس، انت مش دفعت لي 1000 جنيه للتندة عربون؟ قال له ال1000 جنيه بتاعتك اهي اتفضل. خلاص خلصنا، طالما انت هتحط العقده في المنشار واجيف لي كن فيكون وانا ما عنديش صناعيه ومش عايز تقتنع بكلامي، خلاص يا عم خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، خد ال1000 جنيه بتاعتك وتوكل على الله. المعلم بقى المحترم عبد الباسط قال له كده في 10 جنيه. انا مش بقول لحضراتكم قصه من وحي خيالي، ده قضيه في 10 جنيه. قال له بتاعتي. قال له زيتك شاي.
انتوا متخيلين؟ قال له انت زيتني شاي ب 10 جنيه، قال له مالكش عندي 10. شدوا مع بعضهم الناس فرقته. احنا بنتكلم على واحد واخد العربون بتاعه 1000 جنيه وبيتكلم في 10 جنيه. ولو نفترض بالفعل ان انت شربته شاي ب 10 جنيه او جبت له شاي او ليك 10 جنيه، كلام جميل، وقال لك مش هديها لك وخدت ال1000 ومشيت واتخانقتوا والناس سلكتكم، تسكت؟ لا، استمر 5 ايام تلجيح زي النسوان. محمد ياسر دخل الورشه يلجع عليه بالكلام، طالع يلجع عليه بالكلام، رايح يشتم جاي يشتم. لما ابتدى يرد عليه ويجيب ناس من اهل المنطقه من شارع العشرين، بقول لحضراتكم جريمه حي فيصل بالكامل عارف، لان الشاب ده من محبه الناس او ليه ومن ادبه واحترامه الناس كلها بتعزه وتحبه، انسان خلوق جدا محبوب، فالناس كلها حزينه وقلوبها اتكوت على موته البشعه بالفعل، على فقدان هذا الشاب. ابتدى يجيب بعض من الناس عشان يراجعوه، يا حاج عبد الباسط كده ما ينفعش، يا حاج عبد الباسط غلط، انت راجل مش صغير، انت راجل كبير وليك قيمه وقامه، ما ينفعش. وفي الاخر ما عجبوش، قال له انت كمان رايح تشتكيني للجيران؟ هو انت مش عارف مين عبد الباسط في المنطقه؟ تخيلوا يقفوا الاتنين في الشارع شدوا مع بعضيهم، راح مطلع المطوه وراح مديله طعنه، ولكن للاسف الشديد الطعنه كانت قاتله بالفعل، استقرت في القلب، تم وفاته في الحال. احنا بنتكلم على واحد مات في الحال، احنا بنتكلم على واحد مات امام على مرأى ومسمع الجميع، احنا بنتكلم على واحد مات غدر، احنا بنتكلم على واحد في ثواني غفل وراح مركب له المطوه. طبعا الاهالي خدوه طلعوا جروب على المستشفى، كان ميت، اتحرر محضر، تم ضبط عبد الباسط، حاليا سلم السلاح، مثل الجريمه، ارشد على السلاح المستخدم، وحاليا امام جهات التحقيق. شفتوا النهارده ان ارخص حاجه بقت دم الانسان؟ محمد ياسر اتقتل بسبب 10 جنيه، وفي الاول وفي الاخر الموضوع مش موضوع 10 ولا 20 ولا 30، بس هو ده سبب. ليه؟ لانه اصلا كده كده كارهه، هو ما رضيش يعمل لك التندة ورجع لك العربون، مع انت عندك تخلف زايد شويه يا عبد الباسط. اول هام هو الخسران، حتى لو هو فعلا انت خدت العربون ال 1000 جنيه وقال لك مش هعمل لك تندات، هو الخسران. ليه؟ التندة بتاعتك المجاسات اللي خدها دي ونفذها مشروع عملها تندة، على ما يفكر ان يبيعها تقعد في جرابيزه، لان نادرا نلاقي مثلا بلكونه بالمساحه بتاعتك دي، لان الشقق كلها مش زي بعضيها، فبالتالي ده خساره ليه هو كصنايعي في ورشه او كراجل فاتح سبوبه بياكل عيش، تضره هو في اكل عيش ومش انت. ومع ذلك انت اصريت ان انت تتخلص منه، ومعاك السلاح الابيض وبقت تلجع عليه في الرايحه والجايه زي النسوان، وفي الاخر طعنته قدام الناس عشان 10 جنيه. ايه تاني اللي ما حصلش عشان يحصل؟ حسبي الله ونعم الوكيل، ورحمه الله على محمد ياسر، وربنا يصبر اهله ومحبينه واصدقائه والناس كلها حزينه بالفعل على هذا الشاب. وبالنسبه للمتهم ان شاء الله هينال العقاب الرادع. يا ريت نتعلم من قضيه النهارده، واخيرا الى اللقاء.